أول تعليق من أحمد حسام ميدو على انتقال محمد شريف إلى الدوري السعودي، ويكشف مفاجأة في أحد بنود هذا العقد. أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق تحدث خلال تصريحاته الأخيرة عن قرار رحيل محمد شريف لاعب النادي الأهلي إلى الدوري السعودي، حيث انتقل اللاعب بالأمس إلى الدوري السعودي عبر بوابة نادي الخليج بعقد ممتد لمدة موسمين، حيث كان متبقي في عقده موسم واحد مع الأهلي. محمد شريف رفض التجديد مع النادي الأهلي وفضل الرحيل إلى الدوري السعودي. الأهلي وبحسب تصريحات أحمد حسام ميدو وضع بند بمبلغ 100 مليون جنيه في حالة عودة اللاعب إلى أي نادي مصري غير الأهلي. ميدو أكد أن الأهلي استفاد من هذا الأمر لأنه استطاع تحقيق مكسب مادي 1,800,000 دولار من لاعب عقده أوشك على الانتهاء. أما عن بند 100 مليون جنيه فكشف ميدو مفاجأة بخصوص هذا البند، حيث أكد أنه بند ليس له أي قيمة ولا يستطيع الأهلي تنفيذه لأنه غير موجود في قوانين ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.